للأسف في بعض الزوجات بتبقى حالتها المادية مش قادرة انها تقوم محامي، فبتيجي بتسأل بتقول انا اعمل ايه بنفسي في دعوى النفقة او في دعوة الطلاق علشان ان انا امشي في الاجراءات بنفسي. في اي محكمة مكتب اسمه مكتب المساعدة القانونية، هما بيرشدوكي وبيوجهوكي تعملي ايه وتروحي فين. بس بيبقى اول خطوة بتعمليها بتقدمي طلب، وبعد كده بترفعيها في مكتب اسمه مكتب التسوية، وبعدها ب15 يوم بترفعي الدعوة اللي انت عاوزاها، سواء نفقة او سواء طلاق. تمام. طيب ايه التسوية دي؟ بيبقى محاولة عرض الصلح علشان اللي هو بالود وباللين بين الزوج والزوجة. لو ما تمش الصلح ما بينهم في دعوة التسوية دي، في طلب التسوية ده، بترفعي بعدها ب15 يوم الدعوة بمساعدة مكتب المساعدة القانونية، وبيبقى المكتب ده موجود في أي محكمة، عشان لو مش قادرة إن أنت تدفعي أتعاب محاماة تلجئي للمكتب ده وتمشي على حسب الخطوات اللي هم هيدلوكي عليها، وربنا يصلح الحل للجميع. سلام.